هو عم صابر قاعد في نفس المكان اللي بيقعد فيه على طول. تعالوا كده. السلام عليكم. ايه يا راجل يا طيب، عامل ايه؟ وحشني. عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. ايه الاخبار؟ ايه يا عم؟ الناس كلها بتسال عليك. موجود والله اهو. ربنا يديك الصحه. الله يقويك. كل عام وانت طيب. انت عامل ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله والله. كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. بص صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. احنا اول مره لما صورنا معاك عرضنا الوضع اللي انت كنت فيه يا عم صابر واللي انت كنت محتاجه. احنا ساعتها كسبناك كده جايزه بسيطه الحمد لله. يعني نتمنى ان هي تكون حلت ازمه الحمد كده لله رب مؤقته العالمين. ساعتها. اقسم بالله دفعته في وقتها. اتصلت بيهم بابني جه خدهم معايا عيل صغير اللي انا قلت لك عليه اللي عنده 15 سنه ده. جاني قلت له يا ابني ال 2000 جنيه وروح ادفعهم لايه التضامن، راح دفعهم. دفعهم القسط ساعتها على طول. ساعتها. فطبعا عليها قرض تسهيل 1610. كان صلى على النبي. عليها 1000 صلاه. انا هقول لك على حاجه حلوه. احنا النهارده جايين بقى عشان نحل لك الازمه دي كلها. الله يخليك يا استاذ رامي. والله العظيم. الله يخليك. بص صلي على النبي يا عم ربنا صابر. يزيدك من نعيم الله ويخليك يا استاذ رامي. ربنا يبارك لك. وانا مش عارف اقول لك ايه والله العظيم. الله يبارك لك. لان انا من يوميها في الوضع اللي انا فيه ده. الحمد لله. مفيش جديد. ولاد طبعا في الشوارع عيال صغيره. ومعايا عيل معاق اللي عنده 6 سنين بيقدر برضه اعمل كده. هو وامه انا عيل مثلا زي اللي عنده 15 سنه ده. طبعا في سن الطيش ممكن عيال تسقيه، عيال تغريه، عيال حد يعلمه مثلا حاجات فاضيه، يبقى انا بوظتهم. بنتي المتجوزه جوزها حلف عليها مرتين من الناس اللي بتروح لها، حلف عليها مرتين بالطلاق ومشاها. فانا مش مثلا متجوز بنات عشان استرهم، مش هخرب عليهم ويتطلقوا، لان الناس بتروح لها البيت وتخبط عليها. فطبعا جوزها حمق شويه. خبطوا عليها عشان الفلوس. عشان الفلوس بتاع القرضه. وطبعا بيحلف عليها بالطلاق ويمشيها، تروح عند اخوالها عند خالاتها تقعد، محدش بيتحمل حد وهي معاها جوز عيال. فانا بدل يعني انا ما مسطرهم اخرب عليهم، طبعا لا. وربنا سبحانه وتعالى انا مش عارف اعمل ايه يعني. لحد ما انا من يوميها من ساعه انا ما كنت معاكم لحد النهارده، وقسما بالله هم دخلوا 600 جنيه وبعتهم للعيال مصاريف، لان انا برضو مش ايه، ما انا معايا عيال صغيره بتاكل. يعني اللي بيشتغل ده ابو 50 جنيه ده بيكفي نفسه، ده بامه واخوه. انا ما بروحش وحالف يعني على كتاب الله ما اروح مكاني ده غير في حاجتين، يعني مسدد اللي عليا يا اما ميت عشان ما حدش ايه، لان نفسي مكسوره مكسور قدام الناس، ما اقدرش اروح. طب اروح اقول ايه؟ اقول انا جيت الناس ايه؟ هتاكل وشي اللي خلاهم بنتي مش يعني مش. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بعت حاجه شقتي كلها وسايبتنا شقتنا وخلتنا دورنا في الشوارع. حسبي الله ونعم الوكيل في الايام المفترجه دي يا رب. ربنا ما بينساش حد، خلي بالك. ونعم بالله والله ونعم بالله. صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. احنا جايين النهارده عشان نفرحك. الله يخليك والله العظيم. الله يكرمك. كل سنه وانت طيب. بص يا عم صابر صلى على النبي. بص. انا يا اخويا لو مش مصدقني ممكن اديك يا ارقام عم الحاجات صلى اللي على انت النبي. خدهم، صلى على بتفهمني؟ النبي. صلى على النبي. عليه امسك الصلاه كده والسلام. الفلوس دي سد كل الفلوس اللي عليك الله يخليك يا استاذ. وخلص كل الدنيا دي، الله يخليك. ومش عايز اشوفك بعد كده ولا زعلان ولا متضايق ولا اي حاجه. الله يخليك يا استاذ رامي، وكل سنه وانت طيب. ربنا يخليك. الله يخليك يا اخويا، وكل سنه وانت طيب. عايزينك تعيد بقى وانت فرحان ان شاء الله. انا مش هخرب بيت بناتي اللي انا جوزتهم وسطرتهم، وده انت بسببهم. يعني انا كل الدين والشوارع اللي انا بلفها دي بسببهم، اروح اخرب بيتهم؟ لا طبعا. طبعا لا. الله يديك لما جوزها يطلقها طب ما هتروح فين؟ هتترمي في الشارع زي كده. صح. والشارع مليان كلاب، ما حدش بيسيب حد. فربنا يجازيك عني خير يا استاذ رامي، وانت كده ربنا يجازيك عني خير. الله يكرمك. وربنا يخليك. انا طالب منك طلب. اتفضل اؤمر. الفلوس تتسد يا عم صابر. والله يا عشان ما حدش يطلب منك والله حاجه تاني. والله لا، وقسما بالله كل جنيه يروح مكانه. بس ده اللي احنا عايزينه. وربنا يفكها عليا، اشوف لي اوضه صاله اي حاجه اقعد فيها والم ولادي واقعد تاني انا وهم. وهم. تعيد في البيت ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ رامي، ان شاء ربنا الله. يوسع وربنا عليك. يجازيك عني خير ربنا يخليك ويسترك دنيا واخره يا رب، ويجازيك عني خير يا رب يا رب. يلا تأمرني بأي حاجة. الله يخليك يا استاذ رامي، الله يكرمك. على خير كل عام ان شاء وانت الله. طيب. انت بالصحه والسلامه يا باشا. الله يخليك. الله يبارك يلا. الله يخليك يا استاذ رامي. عليكم السلام ورحمه الله. ربنا يخليك زي ما انت تشيل بقى الحاجة. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. سلام يا عم صابر.